ايه اكتر مبرر غبي الناس بقت بتقبله عادي؟ اتاخرت عشان في حادثه على الطريق. بسمله عبد الفتاح. انا لسه بسمله معانا ساعه الحظ. بسمله حابه تشاركي معانا؟ ايوه انا اهو. ممكن نقرب المايك؟ اهو. ايوه جدعه كده. ايوه ازيك يا بسمله؟ الحمد لله. الحمد لله. انت مصريه؟ اه. اوكي انا الحمد لله افتكرتها حاجه جنسيه تانية عربيه. اتفضلي. لا تمام معاك. تمام عادي. والله زين مصري، احنا نحبكم وايد. انت كنت عايشه بره؟ اه. فين بقى؟ الامارات. الامارات. غريبه يعني، قاعده ورا قوي. ما لقيتش تيكت. منوره يا بسمله. لما حد يقول لك انت مش مصريه قولي لا بس كنت عايشه بره، يعني نحاول نكون في شفافيه في العلاقه. حاضر. اتفضلي. شكرا. الجاي. ايه موضوع حادثه على الطريق ده؟ انا على طول اي حد يعني بكون رايحه الجامعه او الشغل او اي حاجه ببقى متاخره على طول بقول في حادثه على الطريق، ما بلاقيش حاجه تانية اقولها صراحه، يعني هي دي بس. هو انت اللي بتكذبي الكذبه؟ يعني اعمل ايه طيب تاني يا جماعه؟ فانت يعني انت بتقولي في حادثه على الطريق، اه. انت اللي بتكذبي الكذبه. انا طب وهنعمل ايه لما تعملي حادثه على الطريق انت شخصيا؟ لان ده ابتغاء هذه الطاقه السلبيه. وساعتها هصورها بقى. هتصوريها؟ ايوه. يعني حضرتك في نص الحادثه هتقولي ستوب اللعب والعربيه بتتقلب، هتفتحي الفيديو وبعدين تعملي افكت يعجبك وتقولي هاي يا جماعه انا دلوقتي بتقلب بالعربيه والله. انا كنت هرد عليك على اساس ان الناس بتقولها. ما هو الناس بتقولها وانا بقولها. لا انت تسكتي خالص. اولا انت عملتي حاجه في منتهى الغباء، انك رجعتي من الامارات، ده الاول. يعني يا بنت الناس عايزه افهمك غلطك، وعايزه افهمك حاجه. عندنا في مصر احنا عندنا حوادث كتير، ولكن ليه بقى بنعطل بسببها؟ لان الناس بتتفرج وبتتفرج بنظره نقديه. يبقى هو كان معدي كده ده زنق عليه مثلا، بس الموتوسيكل ده لا، ثانيه واحده نبطل نفهم بقى الموضوع ده ونفتح. انا دلوقتي محقق. هو في ايه؟ في واحد اتقلب؟ لا ما اتقلبش، ده هو ده اللي خبطه. هو ده في استوديو تحليلي. هو يا كابتن لو كان عوج الطاره شمال كان عدى من البتاع والحادثه اوريدي اتعملت وكده، وبنتفرج وكأن في لجنه في الاخر هتوقفك. ها حصلت ازاي الحادثه؟ عايزين نفهم. انت بتفهم ولا ما بتفهمش؟ ما تنزلي بدري يا بسمال. عندي مشكله في المواعيد طول حياتي، عمري ما رحت ميعاد. لا دي حبيبتي مشكله في شخصيتك يا حبيبتي. دي مشكله في احترام الاخر يا ماما. نبطل نسمي المسميات باسامي كذب. والله يا علي بستناها ساعه تحت البيت. هو انا بقالي كتير ما سمعتوش، بس ده مش صوت ضميري ولا وحي. انا عارف الوحي في حلفان. مين هو المايك ده يا جماعه كده اهو؟ يعني نجيب له سلسله زي الموبايلات بتاعت زمان النوكيا. سرقوا مني يا جدعان قلت يا صاحبي عشان ما سمعتش. بصوا الاول بس يا مني. جماعه عشان لما المايك يجي لحد السماعات بعدي، فانا في حته تانية، انا في اوضه تانية، فقربوا المايك زي ما انا مقربه كده. تمام؟ قلت ايه يا كبير؟ قلت والله ايه؟ والله بستناها ساعه كامله تحت البيت. انت راجل ما عندكش دم وما عندكش كرامه. وانا لو منك اخد موقف. مش معنى يالا ان انت بتحبها ان هي ما انت مش شريطها يالا. انت مش شريطها، خليها تنزل بدري. انتوا مالكم مع بعض بقالكم قد ايه؟ والله ما عارف، بقالنا شهر تقريبا. والله ما عارف. انا معدي في العلاقه. واحد معدي في العلاقه كده. لا يعني لو يعني ما هاتوا المايك بسرعه عشان انتوا لازم تفركشوا دلوقتي هنا. والله لسه قايل من كده من شويه. لسه ايه؟ لسه قايل كده من شويه. لسه قايل كده من شويه؟ لا انت تجيب المايك عشان انت هتهبل منك خالص. هاتوا المايك من الجدع اللي بيفركش واحنا قاعدين ده. ده مش عارف بقاله شهر باين. انا بروح هناك كل يوم.
يعني بتقعد على القهوه دي بالك انت مش عارف والله، بس عندهم معسل فتمام. يعني ايه اكتر مبرر غبي الناس بقت بتقبله عادي؟ ظبط وكلمني. لنا هنا وقفه مش عارف ابداها منين. ظبط ايه؟ في ناس لما بتقول لي ظبط وكلمني، يعني اعمل ايه؟ ما انا بظبط اهو. انا في مشكله دايره معايا بقالها 22 يوم، لان كل يوم بكلمهم يقولوا لي ظبط وكلمنا، فاقول لهم يا جماعه ما انا بتصل اهو، ماشي هنظبط ونكلمك. دي ناس حلت كل مشاكلها في الحياه، دي ناس فهمت قيمه البروستاتا فبتحافظ عليه، مش داخله نقاشات. ايه مبرر اغبى مبرر انك تكذب عشان خايف انه ازعل. مريم وحشتيني يا مريم، عمال ارتجل من ساعتها. ادوا لها مايك يا جماعه والنبي. ما عندك مانع تشاركي معانا ولا مش حابه؟ والنبي يا جماعه اللي يسلم المايك لاخته ما يقولش الو السلام عليكم. بلاش حب ظهور، يعني اللي هو ايه الو عامل ايه يا حبيب قلبي عبقويم صاحبي بتاع. طيب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ عبقويم والله وحشني جدا عبقويم. ادوا يا جماعه البنت المايك يا جدعان، افتحوا المايك سلموا على المايك، مش جراحه يعني نمشي الكورة. هاي. هاي مريم، انا علي مدمن. ازيك يا مريم، اخبارك ايه؟ زي الفل، انت عامل ايه؟ دايما في نعمه الحمد لله. اتفضلي. عادي، هو اكبر مبرر يعني بيكون انه مثلا يكذب كذبه او هي انا اسف ممكن بس نقرب المايك قوي. اوكي. و slowly please because you know sometimes you can't hear what the fuck is going on. معاك اتفضلي. يعني اكتر كذبه بتسمعها كتير الايام دي انه ممكن يعمل حاجه من وراك او علشان ما يقولكش الحقيقه، يجي يقولك انه لا انا عملت كده عشان خاطرك وما رضيتش اقولك عشان ما تزعلش، اصل انا كده ما زعلتش مثلا. حلو، سقفه كبيره جدا لهذه الانسه. طبعا كملي عشان بس ما بقاش باخد الحديده منك. وبصراحه في الاخر هي بتبقى اسباب يعني اتفه من الكذبه نفسها. ده من وجهه نظرك الموضوع يعني بيبقى بابل كبير على الفاضي. ده من وجهه نظرك ان الموضوع تافه، ولكن انا معاكي في النص الاولاني جدا، لكن الحكم على فداحه السبب ده هنتكلم فيه لاحقا. بس انت كده خلصتي المداخله بتاعتك. اوكي شكرا جزيلا. سليم المايك بس عشان عهده معلش. تحيه كبيره جدا لمريم انها شاركت معانا النهارده، حلو قوي. طبعا فكره ان انا اعمل حاجه عشان خاطر حد دي حاجه بتعصبني جدا، او ان انا اكذب بمعنى ادق عشان خاطر ما تزعلش او كلام من ده. لا، انا عندي ان احنا حتى لو الموضوع بيزعل يبقى انا ضمنت صفه الاحترام، ان انت محترم ان انا كنت صادق معاك وصريح. ولكن انتوا كبنات بتقدروا ده؟ الشارع اللي وراه. انا اسف ان انا بستخدم افيه زباله، ولكن لاول مره يعني اتيقن انه افيه عظيم. لا ده ما بيحصلش، لان ده انا يا بنتي في اول سؤال بقول بيحصل حاجه. لا، شيل الميزانيه بتاعت الحوادث، شيل الميزانيه بتاعت الضعف البدني، شيل الميزانيه بتاعت الطوارئ والصدف والحاجات، اتصرف. فلا ده ما بيحصلش. كتير جدا بيحصل ان احنا نكذب عشان خاطر ما تزعلوش، بس بنكذب ده الرجاله لما بتتعامل بشرف يعني بنكذب في ان احنا مزنوقين ماديا بس ما نقولش. فاهمين يا رجاله؟ انتوا معايا في الحوار ده يعني. ودي حاجه بجد والله بتوترنا كرجاله جدا، لان احنا طول الوقت مطلوب مننا فلوس، طول الوقت مطلوب مننا مسؤوليه، وطول الوقت احنا عايزين يبقى عندنا احساس اعلى بالمسؤوليه. لو معناش فلوس ممكن ما نقولش. لو الراجل قال لك ما كذبش وقال لك ان هو معهوش فلوس الفتره دي وقالها لك في الضيقات بينكم وبعض، تاكد ان هو بيحبك جدا وواثق فيكي جدا. بمجرد ما هتستخدمي ده ضده على الحرام من ديني بالشباشب وهيجري وراكي في الكليه. المرأة بتموت عندنا بمجرد ما تحسسك بعجزك. أنا آسف لو ده جه على الجرح، بس مش ده اللي قصدي عليه خالص. أنا عارف إن في أزمة، إعلانات كتير جدا، منتجات كتير جدا مستهدفة الشباب، واضح إن أنتم مخبين عليها حاجة.